مهيب عبد الهادي يكشف عن صفقة الزمالك الجديدة ورسالة مفاجئة لهذه الصفقة. الإعلامي مهيب عبد الهادي تحدث خلال تصريحاته الأخيرة وعلى مسؤوليته الشخصية، وكشف عن صفقة جديدة لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. مهيب عبد الهادي وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب عن هذا الأمر قائلا: الزمالك يحصل على توقيع محمود حمادة لاعب فاركو بطلب من أوسوريو، يتبقى بعض التفاصيل والاتفاقات المادية بين الطرفين. وذكرت تقارير صحفية صادرة اليوم أن محمود حمادة وافق بالفعل على الانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد. كما ذكرت التقارير أن محمود حمادة طلب من إدارة نادي الزمالك التحرك سريعا لإتمام التعاقد معه رسميا مع إدارة فاركو. وأكدت التقارير أيضا على رسالة مفاجئة للاعب أن محمود حمادة أكد أنه في حالة وجود أزمة في التعاقد معه بسبب عدم قدرة نادي الزمالك على حل أزمة القيد لابد من إبلاغه، لا سيما أن اللاعب بيمتلك عروض أخرى، ولكنه يرفض في الوقت الحالي حسم هذه العروض بسبب وعوده لمسؤول الزمالك بالانتقال إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. محمود حمادة بيقدم مستويات متميزة مع فاركو ومنتخب مصر خلال الفترة الماضية، الأمر اللي جعل العديد من الأندية بتسعى للتعاقد مع اللاعب.